السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. وقت ما يوصلكم الفيديو وصفتنا لنهار اليوم يا البنات وصفه المقيره تاع المحلات، ولا نقول لكم احسن تاع المحلات. نعم احسن تاع المحلات، والله صدقوني يا البنات وصفه ناجحه 100% وبزاف بزاف بزاف بنين، ويجي مرمل ومعسل حتى للقلب. هاي حنجرب امامكم، يعني حابه شوفوا ما شاء الله، يعني راهي الصوره واضحه امامكم، يعني ماشي راني نزيد عليها وكامل. شوفوا ما شاء الله يذوب في اليد قبل الفم. ان شاء الله تجربوه في هذا رمضان ان شاء الله ويعجبكم وديروا به كما قالت حاله. نروح مباشره لوصفه تاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيبي لي ايتها المبتدئه القوبلي تاعك وروحي تتعلمي. جيبي شويه تاع السميد تاع المقروط، انا استعملت هنا السميد المتوسط تاع موله. ناخدو 4 كيلات، كيلت بالقوبلي هذا 4 كيلات تاع سميد متوسط، حطيتهم في اناء. راح نضيف عليهم مغرفه صغيره تاع لافاني يعني الفانيليا، ونزيد عليهم كذلك مغرفه صغيره تاع السكر ممسوحه كما راكم تشوفوا. نضيف كذلك 2 مغارف تاع الفارينه، ما همش بومبي هنايا يعني راهم ممسوحين. قرصه تاع الملح. نزيد كذلك هنايا في القبلي هذا كيلت كيلة ناقصة 1 دوا تاع السمن دايب وبارد، كملت الباقي بالزيت. نخلط في هذه المرحلة هذه النواشف كامل مع بعض. من بعد نحط يعني حفرة في الوسط ونفرغ هذاك الليدام كامل اللي عندي، كما قلت لكم لازم يكون بارد. هنايا راح نحاول نبسس كامل هذاك السميد والليدام ما بين يدينا حوالي دقيقتين حتى 3 دقائق عفوا، نبسوه مليح مليح. من بعد راح ناخد كيلة تاع المزهر. في هذه المرحلة الأولى هذه راح نفرغ منها نصف كيلة فقط، نسحق نصف كيلة، نشمخ هذا العجين تاعي السميد تاعي عفوا، نشمخو ونرونو هكذا غير ما بين الأصابع هكذا. هنا نفرغ نص كيلة تاع مزهر فقط يا البنات، يعني نقول ونأكد ونعاود، ماشي من بعد تقولي لي ما نجحتليش الوصفة. هنا نصف كيلة تاع المزهر نفرخها ونحاول يعني نواسيه بيدينا غير هكذا بأطراف الأصابع، ما نعجنوها ما حتى حاجة. نغطيه نخليوه من 45 حتى لساعة، يعني من 45 دقيقة حتى لساعة، ونعاود نولي ليه. هنا بقات لي نص كيلة تاع مزهر نحطوها بجهة، من بعد نكملو بها. نروحو بالنسبة للغرس تاعنا. انا هنا استعملت تمر تاع البطانة، زدت عليه هنا جلجل محمص ومرحي، شوية تاع القرفة، واللي عنده يعني القرنفل المرحي ولا حبة الهيل المرحية يعني تزيدها بنة على بنة. هنا واسيتو بالشوكة لانه راهو سخون وماذا بيا يعني نزيد نعبزو مليح. هنا عجنتو بصح مازالو يعني سخون وشوية، يعني ما تقدريش تحكمي فيه، لازم نخلوه يبرد. من بعد ما يبرد شوفوا هنا تلمو سخون يعني راهو يلصق، نخلوه يبرد باش نقدروا نشكلوه حرابش ونحطوه بجهه. بالنسبه اللي ما عندوش تمر تاع البطانه، عندكم هذاك التمر يتباع يعني في الباكي هذاك المرحي، نقيوه فوروه، زيدوا له 3 مغارف زيت و3 مغارف مزهر وجلجلان والقرفه، وعجنوه مليح مليح، يعني راح يخرج لكم ما شاء الله. يعني انا مولفه نخدم به هكذاك. هنا بعد ما برد لي مليح اني خديته ودرت يعني حرابش هكذا، ونحطهم كامل في يعني في طبسي ونوجدوا كلش قدامنا. شوفوا هذاك السميد من بعد ما جازت يعني 45 دقيقة هكذاك، ما وصلتش ساعة. شوفوا ما شاء الله تشرب كامل هذاك السوائل اللي درت له. يعني في هذه المرحلة هذه المرحلة هي اللي حتخلي لنا السميد تاعنا يكون شرب شوية ما راحش يتفتح لنا في المقلاة. وكذلك يعني هذاك 2 مغارف فرينة اللي زدنا لهم تانيك ما يخلوش المقروط تاعنا يتفتح لنا في المقلاة. هادو هما الاسرار يعني اللي لازم تتعلموه. هنا كملت هذيك نص كيلة تاع المزهر اللي بقات ليه، وكنت تشوفوني نرون غير بالاصابع تاوعي. هنا شفتها مازال تتفتت، زدت لها شويه تاع الماء. نبقاو نزيدو في الماء غير بشويه، يعني حوالي ربع كيلة هكذاك. من بعد نديرو بيدينا بهذه الطريقه هذه كي شغل نقطعو فيه برك حتى نشوفوه تلم وحده. نروح مباشره يعني للمقروط، نحضروا المقروط تاعنا.
هنا يعني المقلاة الاسطوريه تاعي الصغيره ندير فيها كلش كما قلت لكم، القريوش، المقيرط، الصامصه، يعني كلش. ما ترفدليش الزيت يعني وطيب لي ما شاء الله. نروح المقلاة تاعي فيها زيت راهي على النار، ناخذ شويه تاع السميد نفتحو بهذه الطريقه هذه بالاصبع تاعنا. من بعد نحط حربوش تاع التمر في الوسط، نحاول يعني نوصلو من الطرف للطرف، نغلق عليه مليح، ما نخليش الهواء يبقى لداخل، سينو الهواء تاني كذا كان لداخل راح يتفتح لنا تتفتح لنا الحبه تاع المقروط. هنا جاني الحربوش طويل، نحاول يعني نديرو شويه صغير، نفتحو يعني لازم يكون بالتساوي بالايدي تاوعي، يعني الايادي في زوج، يعني نسي نحرك ونجيبو بالتساوي. من بعد ناخد سكين نقطع الحبه الاولى اللي المبتدئات نحطها قدام اختها ونكيل عليها هكذا باش يجو كامل على حبه واحده، واللي يعني موالفه تقطع وعينها هي ميزانها يعني تكمل تقطع هذه. شوفوا ما شاء الله حطيتهم في الزيت ما تفتحوا لي ما والو. شوفوا ما شاء الله كيفاش يعني جانا، الله يبارك، ما يتفتح ما يتفتت وما ينحل. هنا بعد ما نقليهم نحطهم في العسل مباشرة. العسل يعني ما درت له حتى اضافات. لو طون اللي انا نوجدو في المقله الثانيه هادوك راهم يشربوا العسل. كي نشوفوا طابت المقله الثانيه، المقروط اللي في المقله الثانيه طاب، نحي هذاك اللي هو في العسل ونخليه يقطع في الكسكاس. نورمالمون ان شاء الله ما نسيت حتى حاجه من الاسرار كامل يعني اللي نعرفهم اني قلتهم لكم. واذا كاش ما حبيتوا يعني ماشي مشكل، قولوا لي في التعليقات وراني نجاوب على كل واحد. نكمل العجينه تاعي كامل بهذه الطريقه، يعني لاني نوري لكم ونأكد لكم. لازم ناخذ العجينه نفتحوها يعني بالاصبع تاعنا، نحطو الغرس لداخل ولا الحشو، نغلق عليه، لازم نغلق نتاكد بلي ما فيهش الهواء لداخل، سينو يعاود يتفتح لنا. شوفوا هنايا بعد ما نقطعو نشكلو حربوش ونقطعو، لازم نديرو هاد العمليه هذه الحبه، يعني نديرو لها شغل بومبي ونزيدو نمسحو الاطراف منا ومنا ونحطوهم في المقله يعني مباشره. شوفوا ما شاء الله يعني ما يتفتح في المقله ما والو. شوفوا يعني ما شاء الله يجي كامل على حبه واحده، ويعني نحاولوا يعني نعطيو له اللون الذهبي يكون يعني شباب. نقرب لكم شويه للضوء، شوفوا ما شاء الله يعني تقولوه مقروط. هنا بعد ما كملتو كامل قليتو وعسلتو وقطرتو، يعني جيت نوري لكم هنايا. شوفوا ما شاء الله يعني راهي الصوره واضحه امامكم، يعني يجي روعه 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 روعه. شوفوا ما شاء الله يعني مرمل ومعسل حتى للقلب. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم وتعجبكم. ما تنسونيش وما تبخلوش عليا بلايكاتكم الجميله مثلكم. خليتكم في رعايه الله وحفظه، والى وصفه اخرى. سلام.